أهلا بيكم على قناتنا على اليوتيوب Deutsche mit wir. النهاردة إن شاء الله هناخد المضارع التام das Perfekt. يلا بينا نبدأ. أولا إيه هو المضارع التام؟ المضارع التام هو حدث انتهى زمن حدوثه ولكن ما زال له أثر حتى الآن. زي مثلا أنا اتعلمت في الجامعة، المقصود أنا درست وتعلمت خلاص وأنهيت تعليمي، ولكن ما زال أثر التعليم عليا موجود لغاية دلوقتي إن أنا اتعلمت. والمضارع التام ليه تكوين خاص بيه وليه قواعد خاصة بيه. أولا التكوين بيتكون من الفعل المساعد sein und haben والتصريف الثالث للفعل. وتاني حاجة الجملة بتتكون من ازاي؟ الفاعل اللي هو البيرسونال برونومن بلس الفعل المساعد sein أو haben، ونحط تكملة الجملة بعد كده التصريف الثالث. ولو لقيت تركيب أي جملة بالشكل ده فاعرف إن ده زمن المضارع التام. ودي بعض الأمثلة البايشبيل على المضارع التام. Ich habe gestern ein Buch gekauft. أنا اشتريت كتاب بالأمس. علي hat vorgestern einen Film gesehen. علي شاف فيلم أول أمس. Was hast du zuletzt gelesen? أنت قريت إيه مؤخرا؟ Wir haben letzte Woche Tennis gespielt. لو تلاحظ verb haben اتصرف مع البيرسونال برونومن في المضارع، والفعل الأساسي بتاع الجملة جه في التصريف الثالث للفعل بس في آخر الجملة. الملاحظة دي تاخدوا بالكم منها قوي وانتوا شغالين على المضارع التام، ان الفعل المساعد haben أو sein يأتي دايما في الموقع الثاني في الجملة، أي بيصرف مع الفاعل وليس له معنى ويصرف في الزمن المضارع، وهو بيتعامل معاملة الدو والدز والديت زي اللغة الألمانية زي اللغة الإنجليزية بالظبط. والتصريف الثالث للفعل هو الفعل الأساسي للجملة، لأنه في معنى الجملة أصلا وبيجي في آخر الجملة مصرف في التصريف الثالث للفعل. عشان كده شكل المضارع التام بيجي البيرسونال برونومن في الأول، وبعد كده haben أو sein متصرفين في المضارع مع البيرسونال برونومن، وبعد كده تكملة الجملة، وبعد كده الفعل الأساسي مصرف في التصريف الثالث للفعل. كده خلصنا شرح المضارع التام والشكل العام بتاعه ايه وشكل الجملة ايه، ونشوفكم في حلقة جاية. Auf Wiedersehen.